سلام البنات، فيديو جديد اكيد غنشارك معكم اليوم طلبيه ديال شيئين الحويجات اللي وصلوني لي كوموند ديال العيد الدفعه الثانيه اللهم بارك. مهم غنشارك معكم التفاصيل ديال الحويجات، كيفاش كنخدم، كيفاش كيدوز نهاري، كيفاش كنقدر نوفق بين الخدمه والدار، بلوتو بين جوج خدمات. انا من الناس صراحه اللي ما كيعجبنيش الروتين، كيعجبني التجديد، كل نهار ندير حاجه. هادشي علاش اختاريت اني نمارس الهوايه ديالي اللي هي اني ندير تجاره. اباغ خدمه ديالي مهم. بزاف كيعرفوني اني راني عندي خدمه اخرى من غير لي كوموند ديال شيئين هادو، ولكن الحمد لله لقيت راحتي في شيئين. عرفتني على ناس بزاف. عرفت واحد دومين اخر. الكوميرس ماشي ساهل، ماشي اي واحد كيقدر يدخل ليه، ولكن بصراحه خص غير تشجيع، خصكم غير تبداو. صعيبه غير البدايه كيف ما كنقولوا، حتى حاجه ما سهله. انما لا، الا كانت عندك العزيمه انك باغي توصل وباغي تحقق واحد الحاجه اللي كتبغيها، اكيد غادي توصل ليها. مهم. كيف ما كتعرفوا دابا حنا راه عايشين واحد اش غنقول لكم، واحد الغلاء اللي بزاف صراحه، اللي لا اللي عنده ولا اللي ما عنده كلشي متضرر صراحه. الله يصوب والله يدير لينا شي تاويل ديال الخير. واليوم قررت باش نشارك معكم البنات الطلبيه ديال شيئين اللي توصلت بها لي كوموند ديال العيد الدفعه الاولى هذه البنات، وغنشارك معكم حتى الدفعه الثانيه. مهم تبارك الله، كانوا حويجات زوينين عجبوني بزاف بالنسبه للوليدات وبالنسبه حتى للنساء اللي كومونداو سبيبطات الجليباتهم، السويكات، الحويجات. المهم كان داكشي متنوع، لي زاكسسوار. كان بزاف ديال الحوايج اللي صراحه عجبوني بزاف، وواحد لا كاليتي اللي زوينه وبثمن مناسب. كلشي يقدر يلبس، كلشي يقدر الوليدات راكم عارفين دغيا كيكرفصوا الحاجه، ناخذوا بثمن متوسط على قد جهدنا، اللي يلبسوا يدوزوا بها واحد الفتره والله يجعل البركه. مهم. وهذا لا يعني ان الكاليتي كانت عيانه، بالعكس عجبوني الحويجات. ملي كتخرجوا كتقداو هنايا صراحه راه ما كاينش شي حاجه اللي تفرح، والاثمنه باهظه. علاش لا ما نكومونديش ونجيب حويجات زوينين وبواحد الشكل اللي زوين بثمن مناسب اللي يقدر يسلكني. كاينين من النساء اللي اكيد متابعيني ربات بيوت، وعندهم عندهم راه هي خدمه كيف ما كنقول. راه ماشي ساهل باش انك تقابل الدار والوليدات والطياب والشقه وهذه وهذه وتقاد هذه وكلشي يكون كيف ما بغيتي، راه ماشي ساهل. ولكن ما فيها باس نديرو شي حاجه اون باراليل نخلقوا بها داك، يبقى داك الحماس، ما تبقاش الحياه روتينيه اللي كنديرو اليوم. انا اللي كنقول راه علاش كنختار هكذا خديمات، شي حاجه اون باراليل مع الخدمه ديالي. انا ما كيعجبنيش الروتين، ما كيعجبنيش نبقى الحاجه اللي نديرها اليوم نعاودها غدا. كيعجبني التغيير، كيعجبني التجديد، كل مره ندير حاجه شكل. كتكسري بها الروتين، كتكتشفي بها العالم الخارجي، ما كتبقايش محصوره في واحد الحاجه. وكيف ما كتشوفوا هنايا انا اختاريت باش نشارك معكم نهار اللي كتوصلني فيه السلعه. مهم هانتوما كيف ما كتشوفوا السلعه وصلتني هنايا. هذا لاغيفاج ديال العيد. الحمد لله وصل بخير، ان شاء الله في انتظار التتمه الاخرى. المهم كيف ما كتشوفوا اكيد ماشي سهله هاد الخدمه، راه صعيبه باش. فوالا البنات، لا كوموند جديده اللي وصلتني من الدفعه الثانيه ديال العيد كيف ما كتشوفوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا تبارك الله وما شاء الله، سلعه منوعه. هما الصبابات، السبرديلات، لي اكسسوار، لي لونات، لي ساك. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا كانت سلعه متنوعه فيها لي لونات. شفتوا لي لونات شحال زوينين، لي بواط، لي بوتاي، كانوا لي زاكسسوار. داكشي لي زاكسسوار فنين، عجبتني لا كاليتي ديالهم بزاف بزاف بزاف. غير الوقت ما كاينش باش نبارطاجي معكم شاك ارتيكل وتشوفوا كيفاش داير اون رياليتي. المهم هنا الحويجات، ومازال كنتظر الدفعه الثالثه والرابعه والخامسه ان شاء الله. اللهم يسر، دعواتكم معنا باش تيسر الامور ان شاء الله وكل يوصلوا حويجاته في العيد. وهنا كانت شوفوا الصبيبطات، السنيدلات، لي زسبا. كان داكشي متنوع وزوين، عجبني لاصاك المهم الا خلاص، بغيتو لاصاك نصور كانوا معكم فنين، شاك لاصاك ارتيكل نحلو البنوتات، لاصاك وتشوفوا، خلوا لي دي لي كومونتير. فام. المهم بالصحه والراحه لكلياناتي كاملين، بصحتكم وراحتكم تلبسوهم بالهنا ان شاء الله. الحمد لله. ما تحاشمتش مع كلياناتي. نتمنى ان شاء الله التتمه توصل حتى هي وما نتحاشمش معاهم. وفي انتظار التتمه ان شاء الله غنبقى نبارطاجي معكم. الا بغيتوني نشارك معكم لي زارتيكل كيفاش دايرين، ندير لكم فيديو خاص، خليوه ليا في لي كومونتير، خليو ليا
تعليقات جميله باش تشجعوني نزيد نصور معاكم. وهنا كيف ما كتشوفوا الطلبيات ها هما ترياو وتجمعوا وتقادوا. وهنايا كانت السلعه اللي غادي تصيفط لكازا ولا الرباط. صراحه فرحه كبيره البنات انك تدوز لا كوموند للناس هنا في اسفي ويثقوا فيك عائلاتهم في مدن اخرى وتا هما يبغوا يتواصلوا معاك بالرغم من انهم عندهم ناس اللي كيدوزوا ليهم تما. هادشي كامل لمجرد الثقه وانهم بغاو يتعاملوا معاك. صراحه شي حاجه اللي كتفرح بزاف. دابا ندوزو وقتي نوجدوا الفطور ديالنا هنا لحد. المهم في الويكاند مشيت فطرت عند عكوزتي. كيف ما كتشوفوا هنا كنوجدوا بيتزا درنا عمروه هنا بالكالامار. كيف ما كتشوفوا صوتيناه بالبصيله والشرموله ديالو. مهم قادينا البيتزات هنا صغار وغادي ندوز غنوجد معكم واحد لي شوسون زوينين وجديتهم لوستي. كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم الوصفه ديالهم وعطوها حل من 10 واش تصاحب والوصفه واش عجباتكم ولا لا. المهم هنا كيف ما كتشوفوا هما المقادير والفرماج البنات. موتزاريل هادشي اللي غنحتاجو. غادي نعجنوهم بالدقيق. ندوزو للعجين. كيف ما كتشوفوا هنا شحال درتي يا حبيبتي الدقيق؟ 3 الكيسان. هنا 3 الكيسان ديال الدقيق قياس العنبه مغاربه ومعلقه ديال الخميره. نص معلقه صغيره. نص معلقه. خذوا الوصفه مضبوطه. معلقه تاع الملحه. معلقه الملحه ونص معلقه صغيره ديال السكر سنيده. معلقه ديال الفلفله حمراء ونص معلقه ديال البزار. نعم يا قوت نعم. ضفنا 4 كاس ديال الزيت العاديه. وغادي نجمعوا الخليط كيف ما كتشوفوا. نتوما كيف ما كتشوفوا راه كدلكها شويه كتخدموها صافي. غادي تدلكها هنا مزيان باش تجيكم شويه ملخوفه. حاولوا ترخفوا شويه العجين صافي وتخلوها ترتاح 4 ساعات ياك نتوما بما في الاثناء كتوجدوا الحشوه. وهنا ريحه باش شنو كديري غادي تخلطي هنا لي دابا دارت لي زيبينار لي شامبينيون وغادي دير هنايا صافي. وهنا ضافت الجبن هنا الطون لي زيبينار ولي شامبينيون وغادي تحك. ضافت الطون غادي تحك الموتزاريل. نبقاو مستمرين البنات بهذه الطريقه. هانتوما الشكل. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي شوسون. شوفوا كيفاش جات العجين مفشفشه وجاو رطبين وزوينين. هانتوما كيف ما كتشوفوا شوفوا من الداخل كيفاش عامرين. الحشوه بنينه. جربوهم بهذه الطريقه وردوا عليا اكيد غادي تبقاو معتمده عندكم هذه الوصفه. تبارك الله عليك رحاب جاو فنين. شوفوا الكيك هنايا حتى هو جا زوين مفيشفاش بالحامض وزوقناه بالفريز من الفوق. المهم كان هذا هو فطورنا خفيف ظريف وبالصحه والراحه فطوركم. ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو مقبل والى اللقاء. وما تنسونيش لو وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش من جيم ومن لي كومونتير ديالكم الجميله. والى اللقاء وبالصحه والراحه فطوركم.